بداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم المقطع بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أخبار المغرب، أهلا بكم. وهذا أبرز عنوانها: انخفاض في أسعار اللحوم. وفي التفاصيل، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية محمد صديقي أن أثمنة اللحوم ستنخفض وتعود إلى المستويات السابقة قبل حلول شهر رمضان. وذكر الوزير في تصريحات إعلامية عقب لقاء عقد اليوم الجمعة 10 فبراير الجاري مع عدد من مهنيي القطاع أن الأسواق شهدت بعض الاضطرابات خلال الفترة الأخيرة. وذكر الوزير أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات مثل حذف الرسوم الجمركية على الاستيراد وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتسهيل مسطرة الاستيراد التي شجعت المستوردين على جلب الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية. وأشار صديقي إلى أن الأيام الأخيرة شهدت بعض التراجع في أسعار اللحوم، حيث انخفض ثمن الكيلوغرام الواحد بالسوق الدار البيضاء بين 3 و5 دراهم، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع خلال الأيام القادمة. والسلام عليكم، إلى لقاء آخر.